بسم الله الرحمن الرحيم. بداية احنا بنشكر القائمين على تنظيم هذا اللقاء الأدبي وخصوصا نادي برج البرولوس. ونشكر الأستاذ طه علي الدين على هذه التقدمة الرائعة التي قام بها اليوم في التنقل بين الفقرات. وهنا ممكن ناخد مقولة من ديوان الأستاذ رابح شهاوي وهنقول له: مش كل ريس يا ريس نشكر الدفة. وخلاصة المقال في هذه الجلسة إن أنا طبعا الساعة 9:30 صباحا اتصلت بالأستاذ طه علي الدين وقلت له هو إيه موضوع الجلسة، فقال إن الموضوع موضوع مفتوح وسيب الأمور كده تمشي على سجيتها. فأنا كل اللي أنا هعمله النهاردة إن أنا أقوم على تعليق على بعض البرامج التي قدمت في هذا اللقاء. أولا القرآن، التعليق على حب الوطن والتجانس والأداء الرائع. هكذا لابد أن يكون التعاون كأوركسترا فيها تجانس، لأن أي خروج عن النص بيسمى نشاز. وطبعا تغنوا بأغنية في حب الوطن. وهنا مش هننسى مقولة الرائع أحمد شوقي لما كان بيقول: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. الأستاذ إسلام الحداد قدم قصيدة بيقول فيها: أبشر بقوله. هي رسالة أمل، لكن حقا وصدقا ومن باب النصيحة الواجبة علي، هذه القصيدة ستزداد حبا أو ستزداد جمالا إذا تم ضبطها ضبطا لغويا، فهي قصيدة جميلة جدا. أما الأستاذة عزة السعداني فقدمت قصيدة أنا ممكن، هي تتحدث عن الوطنية في حب مصر، تتحدث عن آلام الغربة، حلم الوطن وحلم العودة والاحتضان لتراب الوطن، وكانت بتقول جوه القلب يا نبض الروح. الأستاذ جمال البطاط قدم 2 من المربعات الرائعة، الأولى حلم والثانية شرود. كان بيقول في الأولى فتش عن حلمك جواك، وكان بيقول في الثانية شرد خطاوي الحلم في التفاصيل. الأستاذ جمال البطاط عارفين إن هو متميز جدا جدا في صنع المربعات، وزي ما قلت أن بين يده كراس نحن نحن إلى طباعتها، لكنه يبخل علينا بها، وكلنا نتساءل متى سنرى ديوانا مطبوعا للأستاذ جمال البطاط. الأستاذة فاطمة غريب اللي هي المشاغبة كما أناديها دائما قدمت قصيدة ما وحشتنيش. طبعا أنا سمعتها مرارا وتكرارا، لكن الاندماج فيها كل مرة بيخليك تستشعر فيها معنى جديد. طبعا هذا الكلام كلام جميل جدا، حتى العقاد ذات نفسه كان بيقول أن كتابا واحدا أقرأه 10 مرات خير من كتاب واحد أقرأ كل كتاب فيه مرة واحدة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الأستاذة دعاء علي القرفات وشهد حسن حمولة، وقدموا فترة غنائية تحت عنوان أحباب رسول الله، هي تغطية للجانب الروحي والحنين للأراضي المقدسة في رحلة الحج والعمرة. وسبحان الله عندما استمعت إليها كأني أستمع إلى أم كلثوم تجدو في قصيدتها الرائعة: القلب يعشق كل جميل. الأستاذ حمدي الفقي تحدث عن المسرح وضرورة الاهتمام بالمسرح، وعن تجربته المبكية الحزينة في محاولة إنشاء فرقة مسرحية سماها فرقة مسرح البرولوس الحر. صدق توجهه وما أنفقه في هذا الاتجاه أكيد في يوم من الأيام سوف يتوج بنتيجة، لأن سبحان الله من جد وجد ومن زرع حصد. لو انتقلنا بعد ذلك إلى الأستاذة ناهد محمد، قدمت إلقاء وقدمت قصيدة تحت عنوان قد كنت صغيرا يا وطني. فأنا هقول لها بصراحة ربنا أن من يتحرك قلبه بمثل هذه الكلمات لا يمكن أن يكون صغيرا. اختيار موفق ورائع، ولكن كما قال الأستاذ عادل هي إن هي ما تخافش وما تهابش الحضور. وأنا زي ما كنت بقول كده طبعا قلت إن أنا لما كنت بعلم حد على فن الإلقاء كنت بقول له إن أنت عندك المعلومة وعندك الإلقاء، وإن المستمع اللي موجود قدامك هو مجرد متلقي أو ينتظر شيئا منك. أنت في موقف عطاء وهو في موقف أخذ، فأنت أقوى منه بكثير، لا تخف ولا تهاب. الأستاذ محمد عبد القادر تحدث في قصيدة تظهر أصالة الماضي، وهي وصايا الأم للحفيد للرعاية بالجدة. وهذه القصيدة رائعة جدا، ولا سيما أننا نحن في زمن الجحود من الأبناء على الآباء. الأستاذة حناء السيد شرابي الرسامة الماهرة
عندها رؤية جيدة وتذوق للصور رائع. سبحان الله، نتمنى أن نرى لها معرضا قريبا لأنها تستحق الإشادة. الأستاذ يسر البطاط قدم قصيدة تتكلم عن غزة، وحقيقة ربنا إن هو يعني عزف على الجرح الغير كما يقول، لكن خلاصة القول في مسألة الأوطان أنه لا يمت حق وراءه مطالب. ثم نأتي إلى أجمل ما سمعت هذه الليلة، وهي قصيدة الأستاذ عادل حسني رئيس نادي الأدب الصادق. قدم قصيدة مفرداتها كئيبة حزينة، لكن البناء فيها بناء يفوق الوصف. يعني أنت لو سمحت مجموعة من الكلمات زي كلمة غروب واحتضار النور ودمعات والغيوم وهم، طبعا تحس ان القصيدة كئيبة، لكن هو كان بيتكلم عن 3 أحلام. الحلم الأول خاص ببلادي، والحلم الثاني بولادي، والحلم الثالث خاص بالأعادي. كان بيتمنى لبلاده إنها تكون جنة، وبيتمنى لولاده تحقق أحلامهم، ويتمنى للأعادي إن هم يكونوا بعاد عنه. لكن في لحظة معينة حلم بلاده بالجنة تحول إلى دم، والحلم الثاني للأولاد بتحقيق الأحلام تحولوا إلى جوع وعطاشة. أما الأعادي فقد حققوا مرادهم على جثث وأشلاء الصغار. قصيدة من أروع ما يكون. لو انتقلنا بعد ذلك إلى حلم غالي، هي قدمت قصيدة جميلة جدا تحت عنوان أحلامي تناديني. ما شاء الله مخارج الألفاظ عندها قوية جدا وعندها قوة إلقاء، لكن تحتاج الكثير من التدريب. أما الأستاذ ياسين العطوي المحب الودود صاحب القصائد العاطفية يعني الجميلة، فكان بيتكلم إزاي الملح تحول إلى سكر. هي رؤية الجمال حتى ولم لم يكن المحب أو المحبوب يعجب الآخرين، فقديما قالوا أن الجمال في عين الرائي، وكن جميلا ترى الوجود جميلا. الأستاذ السيد صليط الشعلة التي تحاول أن تضيء الظلام، المتذوق صاحب الرؤية والمبدأ، على العام يعلنه بلا خوف ولا تردد، عاشق الجمال. كان بيقول أنت الوطن يا مصر، طبعا لطالما تبنى في حب مصر. وأنا أزيد على قوله وأقول أن مصر العزيزة لي وطن، وهي الحمى وهي السكن وجميع ما فيها حسن، والحاج سيد صليط من أحسن ما يوجد في هذا الوطن. الأستاذ جمال السبيعي قدم أغنية بيقول فيها كان عقلي فين، وهي فيها يسقط اللوم والعتاب على نفسه لأنه ربما قصر في حق المحبوب. تحليل الصوت رائع جدا جدا. وطبعا كلنا عارفين إن الحب ليس له داء، يعني هو داء ليس له دواء. فقديما قالوا في الشعر أنه ما في الدنيا أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق. أما لو انتقلنا إلى صاحبة المكان الأستاذة علا بركات، قدمت قصيدتين. القصيدة الأولى بتقول فيها معقول القلب العاشق تاب، ده استنكار الظلم الواقع، صرخات وتطلعات، الصوت المكلوم والحلم الضائع. وهنقول لها مفيش مشكلة، عادي نحلم إن القلب يعشق تاني مرة يعني. وقدمت قصيدة أخرى كانت بتشكو فيها من التدخل في شؤون الآخرين، كانت آخر صرخة، ولكن هل تجد الصدى؟ هل تجد من يدرك ويفرق ويترك القيل والقال وكثرة السؤال؟ فمن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. اختتمنا اللقاء بلقاء جنة زهران، وهي ضربت على الجرح الغائر في التربية، حيث تحدثت في قصيدة عن عدم استخدام القسوة في التربية. وهنقول إن التربية لها ضروب ولها أصناف، وكل موقف يستحق التدخل، ولكن إحنا عارفين في نوعين من التربية خاطئين جدا، اللي هو التدليل الزائد والحماية الزائدة. ولكن في قاعدة تربوية أخرى بتقول أن استخدام القسوة في مواضعها هي الرفق بعينه. الآباء لديهم تجارب ولديهم خبرات، فأحيانا بيستخدموا القسوة، لكن ما بنقولش إن ده يبقى سلوك عام. وكانت هذه المداخلات التي قمت بها اليوم، وأنا أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.